كنشكر بعدا الحمد لله اولا، وشكرا للسي حرمة الله انت اللي كنتي سبب حنا تجمعنا في هذا النهار هذا اليوم. شكرا لك وشكرا لكاع الاخوان والاخوات اللي كاينين معاك في الجمعيه. سي حرمة الله واحد الانسان عزيز، هو ما كانش كيعرفو، انا كنت كنعرفو ونتبعو، ماشي غير هو اللي متبع بالتاثير ديال الناس، وكنجمع كل الناس اللي عندهم غير على البلاد ديالهم، الناس اللي عندهم غير على البلاد. والسنة صاحب الجلالة الله يسر ويدير البركة في العائلة الملكية. والسنة وغادي من بعد غادي نشكر جماعة عيد السبع، لأن كما قال السي حرمة الله راه فتحت لنا هذه القاعة هذه. فعلا السيد راه خدم معايا البارح في العشية، جينا شفنا في المناطق الكبيرة. أنا واحد الحاجة اللي جبت معايا شكرا حتى للسي جماعة عيد السبع، وشكرا لكم انتم اللي حضرتوا. لأن واحد العام مشترك بيناتنا هو اللي خلانا نتلاقاو اليوم، وهي ديك المحبة اللي بيناتنا ما فيها والو، ما فيها لا خوف لا ضرر. وشكرا لهاد الحبيبة هي اللي كانت السبب في التقييم. لو كان ما كانتش كرة القدم ما يمكن بحالش نتعرف. أنا الناس اللي عرفوني هنا 99% عرفوني عن طريق كرة القدم. داكشي علاش هذه واخا مرات كيشوف واحد الانسان غير كرة القدم هي، ولكن راه بزاف الناس فيكم هنا ماشي غير كرة القدم اللي هي المهنة ديالهم، حوايج اخرين. ومن بعد المهم غادي نعطيكم انا اليوم جيت معكم باش نطبق معكم البسيكولوجي، علم النفس. كل واحد فينا عنده نفس، وقبل ما يجي شي واحد يوريك اشنو دير بهذيك النفس ديالك انت كتعرف اشنو بغيتي وفين كترتاح. انا ما كنبغيش نذكركم باسماءكم كلكم، ولكن خلوني نذكر شي ناس هما العزاز عليا انا في الدار البيضاء، حتى شي واحد فينا ما غاديش يختلف معايا. سي حاج السلامي رحال، هذيك الخدمه اللي كيدير في هذيك الشويه اللي عنده تما بيني وبينكم والله ما كدار سويسه بكل صراحه. وكذلك كنرحب بالسي بن منصور، هذا السيد حتى هو كيمثل المغاربه، حيت حنا عندنا ديالنا. السي بن منصور عنده طريقه ديال الكومونيكاسيون، واش عرفتوا حنا المغاربه التواصل ديالنا نتوما كتحسوا بيه، من محمد الخامس الله يرحمه، من الحسن الثاني، طريقه العبقريه ديال الحسن الثاني، المغاربه كل ديالو. السي بن منصور اول مره نهضر معاه في التليفون عرفتي كتحس بانك كتواصل مع شي واحد ما كتضيعش واحد جوج ثلاثه. مشيت حضرت مع البين ديال السي حسن الطبيب، وهذاك حسن الطبيب واحد كبير من هذا السيد عزيز عليا في 2006 فاش المغرب ترشح كاس العالم. ما كنتش انا كنعرف انا ولد 73. والمره الثانيه في النهايه ديال كاس العالم للانديه ريال مدريد اللي هي السعوديه، وواحد اشار لي قال لي راه قلت له سلمت عليه، قبل ما نسلم عليه قال لي ها هو ولدي الله يرحمه ويوسع عليه، الله يجازيك بخير، كنتي سبب شي ذاك النهار في هذاك التمرين. اكيد السي عامر لاعب سابق ديال المنتخب الوطني، انتما الصغار حتى انا معاكم. دابا السي ابراهيم غادي نديرو هذاك الضوء اللي باقي نزلنا ديال شي الامور. بعدا سي جعفر حتى هو ما نساش صراحه، حتى هو ما نساش. السي والي جعفري جاي الشكر ديالي لانه هو اللي كان معايا البارح. والسي الوالي انا باش سمعت السي الوالي نسحب السي الوالي ديال الدار البيضاء. السي الوالي حتى هو سبحان الله العظيم يعني نفس القلوب، فاش كتشوف الانسان كترتاح وكتزيد كتحفز.
يوسف. نعم. والله ذاك الاعداد الذهني تيكون مركز على التوازن، والتوازن هو انه على يساري او على يميني واحد الهرم ديال الرجاء، وعلى يميني واحد الهرم ديال يسارك عبد المجيد سحيطه. إلا وثق على الحكم الدولي سي المعضلي، الحكم الدولي من ايام صافي. عاش في كتاب كوميونيكاسيون كيعرف متى يتدخل واش عطيك راس النصوص يعني كيعرف متى يتدخل. وهذه هي الطريقه اللي قلت لكم عليها. اعطتني الله يجزيك بخير سمح لي السي سحيطه. السي سحيطه اول مره كنتلاقى معاه في التقديم هذا النهار، وبغينا حنا اليوم راه كما عرفتوا هذا الشيء راه مجهودات شخصيه باش حنا تجمعنا هنايا. ونشكر السي الحاج حاج السلامي راه المساهمه ديالو كاينه في هذا اللقاء ديالنا حتى هو الله يجزيه بخير. السي سحيطه حتى انت مرحبا بك العزيز، مرحبا. وسمحوا لي كما قلت لكم ما نقدرش نذكر الاسماء كلشي، ولكن مرحبا بكم كلكم. انا راه جيت عندكم باش هذه العلاقه نبدو ان شاء الله. يمكن الا باقي عاقل غادي نديروا الخطاب الملكي ديال 6 نوفمبر باش تعرفوا علاش حنا هنا اليوم. سيدي العزيز، المرحلة التي تمر منها قضية وحي التي الترابية تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع، ونود الإشادة هنا على وجه الخصوص بالروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بانتفاع مقدسات الوطن والمساهمة في تنميته، وتأجيلا لاجتباط هذه الفئة بالوطن قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. لهذا الغرض وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين. الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات وتنعكس تمثيلية مختلف المكونات الجالية. وبهذا الخصوص ندعو إلى تسريع إخراج قانون جديد للمجلس في أفق تنصيبه في أقرب الأجال. أما الثانية فإحداث هيئة خاصة تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستشكل الدعم التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال. وسيتم تكوين المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين وتنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. حكم راه 28 سنة هو عايش في عمره 22 سنة يعني ودابا كنتكلم معكم بالدارجة المغربية. كلكم فهمتوا الخطاب الملكي، يعني هضر على الجهود اللي مشيتها، شي كيخدم هنا وشي كيخدم هنا وشي كيخدم هنا. داكشي علاش جيت انا اليوم باش نجمعوا هذوك الجهود مع بعضنا البعض. حيت الدكتور حرمة الله لو كان ديه شي سنة نوريه والله دابا رجع للمغرب غيشدو الجمل بيديهم بسنانهم. علاش؟ لأن الكفاءة اللي عنده. وكنشكرو مرة أخرى داكشي اللي كيعطي لكم الخطاب الملكي هو داكشي اللي خلاني دابا باش نتحدى ولا نحاول باش ماشي كاع التحدي، وإنما نكون واحد صلة وصل ما بيننا ما بين المغاربة خارج المغرب والمغاربة داخل المغرب. لأن كل واحد عنده واحد الطرق كبير بلاد في المغرب ما يشكل والو، لأنهم هما اللي كيجيو حنا كنجيبو هذا.
الصحة والطلاب مزيان، حيت بعض المرات كاين الاغلبيه فيكم ما كيعرفونيش، كاين اللي كيسمع ليا في الاذاعه الوطنيه ولا في الرياضيه ولا في الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. ميدان الرياضي انا كنت لاعب، كنت بغيت نكمل كرة القدم. الوالد قال لي الله يرحمه راس مالك وماجد اذا ضربتي فيهم شافوا مشيت تقرا سير كما القرايه ديالك. والحب ديالي لكرة القدم هذا المستطيل الاخضر ما خلانيش نبعد. مشيت في يلاه المستعمل ونص في سويسرا، وقت ما كنتكلمش الالمانيه مزيان. مشيت في المدرسه ديال التحكيم في 99، ومن 99 حتى 2023 2022 ولدي دار اصغر حكم في الدوري السويسري الرسمي. الرقم القياسي ديال اصغر حكم 14 عام في سباق سباق، لأنه ولدي جبت فيهم بزاف ديال الحوايج كنعطيهم للناس اخرين. المهم مجال التحكيم دوزت في هذه المده ديال 25 سنه، ودرت الدراسه ديالي في البسيكولوجي سبورتيف كوتشينغ مونتال. لأن كوتشينغ مونتال راه ماشي كنعطي معاكم داكشي اللي مكتوب في شحال نعرف في الدماغ ولا داكشي ما كنقدر عليه انا نسمع. عطيني شنو التجربه ديالك وشنو بان لك فيا زوين وخايب شنو يمكن لي نحسن. داكشي علاش مشيت درت الدبلوم ديالي في 2015، وفاش قالوا لي مبروك هذاك الدبلوم قلت لهم يقولوا الدبلوم مبروك عطيتو سميتي. ماشي تكبر، انا اللي درت الدبلوم ماشي الدبلوم اللي داروا لا بسيكولوجيا لا عندي في التم. وهذا الشيء راه كتحسوا به نتوما ملي دخلتوا، وراه ماشي غير جيتو جمعتكم هكا وبغيت من بعد. لاله فاطمه لاله فاطمه جات تسلمت على الصحه والله كتعرفوا سلمت عليه وخلاتني انا ما سلمتش عليا. يا جاي فاطمه عرفتي هاد السلام ديال التسليم كيبقى حنا ديالنا ولدتو ليهم في سويسرا، عطيتو لهم في الثقافه السويسريه، قلتو من المغرب عطيتو لهم. راه ماشي علموني السويسريين نعيش ولا راه داكشي ديالنا حنايا ما عندهمش هما. حنا جينا هنا باش نتلاقاو ونتعرفوا. مادام تلاقينا في هاد البلاصه راه ماشي تلاقينا في الشارع، تلاقينا هنا يعني عندنا واحد السبب علاش تلاقينا. يعني راه خصكم تعرفوا بعضياتكم، ماشي من الناس دابا نتوما اللي كتعرفوا بعضياتكم ما خصنيش تكون باش تعرفوا. ماشي كل واحد يعرف اللي هنا يتسمع هنا تعرفوا بعضياتكم باش مرات ما شاء الله نزيدو لقدام سينو نبقاو غير يعني مع بعضياتنا. المهم شفتوا هذيك في الاسماء، المهم في السي في ديالي انجينيور جيني ميكانيك. هذا البروجي ديالي في المركز ديال الطاقه النوويه في جنيف، كان احسن بروجي في 2014. سرع الطاقه كيشدوا الطاقه كيسرعوها بسرعه، وكنتلاقى مع بعضياتهم شي كيفرقوها باش كيشوفوا صورة يونس حنا مسلمين وما يعجبوها بهم قريبات ولا أكبر من ذلك ولا أصغر. القرن التاسع 10 عشر عرفوا بأن كاين شحال أصغر من الضرب. المهم أنا مشهور هذا شحال هاد الجملة عجبتني نهار العريس في جواب السي رضوان مشهور إعلامي قدير. كيولد التعيين ديالي كان هاد الراس ديال جمعية الحكام في سويسرا يشبه بصعوبة التعيين السويسري اسمه ميشيل في وزارة الأوقاف. حيت السويسريين صعيب تدخل معاهم وانت سميتك شي اسم ماشي سويسري. فالحمد لله من 2015 حتى 2023 درت هذاك المسار. كنت معنا اثناء رئيس جمعية الحكام في سويسرا اللي ساعات باش تكون عايشين واحد الجانب. هذا ولدي اللي جربت فيه هادشي اللي جربت فيه فاش كنت صغير، وجاي باش نعطيه لكم ونعطيه لوليداتكم لأن المغرب يحتاج. أنا هو كان صغير كنت رقم 18 أكبر مني، أنا رقم 8 وهو رقم 18. السلام عليكم. سيدي أحفظ سيدي رجيب الله ينصرو قال المجهودات اللي كيديروا حيت الملك ديالنا كيعرفوا الوليدات البلاد. المجهودات اللي كيقوموا بهم المغاربه خارج المغرب في الدفاع عن الوطنيه وغيرهم على البلاد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا غادي نمشي معكم باش نتقاسم معكم واحد المعلومه اللي هي مهمه جدا جدا للتنوير وليس للتدريب، لان صراحه
الصحراء في المغرب أو المغرب في الصحراء، ولكن كاين بعض المساكن اللي كيجهلوا الحقيقة وكيتبعوا ديك البروباغندا. اليوم غادي نمشي معكم لهاد الشاشة اللي كما كتشوفوا هنا راه المتحف يعني فيه الأمور ديال الفيفا، وهنايا الشاشة ديال الأعضاء المعترف بها من طرف الفيفا. واللي جينا نزولوا على الخارطة تاع المغرب، فالخارطة تاع المغرب الفيفا حطها بهذه الطريقة هذه كما هكا نبارطاجيو الكوره. لا نخافوا يعني في اللوم والتلاعب، هذا الشيء اللي كاين المغرب في الصحراء في المغرب يعني طاولة الكوره، وباش نتأكدوا مزيان نديروها المغرب. والقصة تاع المغرب شحال من مرة شحال من ماتش لعب وشكون المدرب الحالي والباقي وهو القصة ديال مكسيكو. شكرا لكم. لا بس الحين من هنا انا بغيت هذا المنظر واخا الله يعطيك الخير. اذا كان هذا شي بني سنه ولا لا، حيت راه الكوتشي كما قلت لك مستحيل باش نهضر لك عليه راه فيه بزاف ديال الكلام. وبالنسبه لي انا الرياض المغرب والخصوص ديال جلالة الملك مهمني نخدمش اليوم. انا ماشي انا بعدا، انا لست اعلم منكم. وقت هنا جيت باش هذا الميكرو هذا بغيتكم باش تسولوني. انا ما جيت عندكم راه ما كاينش داك، خصنا نحيدو داك غادي تجي هذيك السلايد الله يعين السي ديال هي النقطة الثانية هي هذيك معلمة صافي. حبس الفريق ديال كرة القدم باش كينجح فريق الخدمة، فريق ديال العائلة. كنشوف داك التعارف كنتعرفوا مع بعضياتنا. يعني انا كنطلب منكم غندير لكم واحد البريزونطاسيون، غنهضر على داكشي علاش هضرت، ولكن بغيتكم نتوما الله يرحم لكم الوالدين طرحوا اسئله اختلفوا معايا. السؤال اللي جاك طرحوا باش نجاوب بالطريقه ديالي، وخلي عندك الجواب ديالي حطو في شي خده، ولا عجبك شي نهار جبدو ما عجبكش خليه. ولكن بغيتكم باش تحاوروا معايا. داكشي علاش الميكروفون هذا راه ديالكم، يعني اللي باغي عنده سؤال غير يقولها باش ما بغيتش نشعل دابا باش ما يديرش. آخر سميتو نرضو في هاد الفلوس، هذاك الفلوس تاع الحين ياخذ الله يرحمه. أحسن إحساس حس به الواحد هو هذيك الغاية اللي يدخل بالفرحة. هذيك الرعاة الله يرحمكم الوالدين، ردوا شوية كارت السيد الله، غادي تلقاو بأن والد الكذا كيختار المنتخب الوطني كيتشهر من يبدا كاس العالم، ويركز على واحد المسألة اللي هو يتعارف مع اللعابة وهما يتعارفوا معاه، وحتى اللعابة الجداد كيتعارفوا مع بعضياتهم وخدا هذاك الكونفور ومشى به. هذا هو الأول. وانا كنتكلم معكم راه فيكم مدربين، فيكم يعني رؤساء ديال الفروق، و الفرقه قبل ما ندرب الفرقه خصني نعرف نجمعها، خصني نعرف نجمع الفرقه. وباش نعرف نجمع فرقه كيوقعوا مشاكل. المدرب هو اللي عارف كيفاش يفكهم هو مع اللعابه، لعاب مع لعاب كيف المدرب يفك هذوك المشاكل اللي ما بين اللعابه ولا ما بينه وبين اللعابه. ما كاينينش زياش راه لا اله الا الله. صبروا مع المدربين. انا شخصيا التقيت معاه شخصيا، وماشي كنعاود لكم يجي شي واحد يقول لي ولا غير انت ما كتعرفوش ولا لا سيدي كنعرفو سلمت عليه وعنكت كاع اللعابه الا هو عنكتو. مازال في الماتش ديال 3-0 الكابون هنا في الدار البيضاء
فاش غادي نمشيو الديفوار نديرو 2-0 عنكتو الا هو اللي بقى داير لي يديه هكا وخليني انا معلم. علاش انا معلمك اصاحبي؟ علاش جيت عندك انا معلمك؟ المهم هذيك الطريقه ديالو هو ها هي في اخر المطاف. للاسف الشديد خصو زياش نورمالمون كله تكريم. المهم راكم عرفتوا هو دابا مابقاش في المنتخب، والله اعلم كيفاش غيجي المنتخب والمسيره ديالو. نورمالمون راه هو دوك اللي كاليتي اللي عنده راه كان يوصل فين، ولكن العقليه ديالو للاسف الشديد ما بقاش اللي يسمع ويقول لي. وليد الكراكي راه خداه ودار له داك الشويه اللي دار له وخرج منه داك الشيء في هذيك المده، ولكن صافي في هذيك المده ديال كاس العالم صافي وصلنا لنصف النهائي. الله يجعل البركه. كاس افريقيا راه شفناه ما قدرناش نديرو والو مازال. لان المهم النزاعات كيف يفك مشكل بيني وبينك، راه نقدروا نختلفوا انا وياك نتخاصموا نعرفوا بعدا كيفاش نتخاصموا. راه الانسان خصو يعرف كيفاش يتخاصم. حنا ما كنعرفوش نتخاصموا بعض المرات، كنتهاوتوا ولا كنهضروا في نفس الوقت ما كتسمعنيش كنقول لك غير بلاتي سمعنيش بغيت نقول لك، وملي تسمعني يمكن راه غادي تغير الراي ديالك. من بعد فاش نعرفوا كيفاش نفكوا النزاعات بيناتنا كيجي ديك الساعه كنتماسكوا. لان حنا هنايا باش حنا موجودين في هذا الصباح جايين مع الدرا صعيب في الدار البيضاء باش تكون مع كاين اللي جا مع 9 الصحه ورحمه الله والمجموعه رجعوا مع 8 وباش تجي في الدار البيضاء في هذا لومبوتياج اللي كاين دابا وتجي في هذا الصباح هذا راه خص تكون نيت تكون متماسك مع الموضوع. وهذا الشيء اللي وقع لنا دابا حنا متماسكين داك الشيء علاش تلاقينا اليوم. وانا بالنسبه ليا ما كيهمونيش دوك شعل الضوء وسميتو، حنا غاديين بشويه بشويه وغادي ومازال غادي تشوفوا هذا الشيء هذا. لان كما قلت لكم هذه الخدمه اللي كنديروا راه كنديروها واعلى سلطه في البلاد كتشجعنا، ومازال غادي يجي واحد الوقت فاش يكون تغيير 2030 راه ما بقى لها والو. هذاك التماسك ديال الفريق هو اللي كيعطي المردود. كاين اللي كيبغي المردود باقي كاع ما عرف، باقي ما عرفتي. شوف 1 2 3 4 كيبغي المردود وهذوك 3 ما كاينينش. ما يمكنش. راه حنا في هذه الصال هذه في الاول راه غادي تشوفوني تقدروا كاين اللي غادي يكون شافني في فيسبوك ولا تشوفني في الاول كتبان لك واحد الصوره ماشي هي ديك اللي انت كتحس بها دابا. ومن بعد فاش نتعرفوا ولا تصيفط لي ميساج في الفيسبوك ولا ونتواصل معاك ونتكلم معاك وتسولني ونجاوبك، ديك الساعه تغير ديك الفكره ديالك في الشخص اللي انت كتشوفه. فداك الشيء علاش هاد المسائل هادو مهمين جدا جدا نتعارفوا بعدا وتعرف داك الشيء اللي كنبغي وما كنبغيش. مع هاد التخاصم انا قال لك حيت انا مثال البنات وحنا الشيوخ كيقولوا هاد الشلحه كيقول لك الا كنا كنضحكوا نكتبوا ولا كنا كنتخاصموا نقراو شنو كتبنا. حيت حنا فاش كتكون الامور كلشي هي هذيك اختي انت خويا والله هذا كلشي مزيان غير نتخاصموا لا ما بقيت قلت لك والو سير الله يعاوني. يعني الانسان اذا كانت الامور والعلاقه مزيانه داك الشيء اللي وعدتي به الشخص وعلاقتكم باقي مزيانه بقى عليه حتى ديرو وديك الساعه قطع العلاقه. حيت هذاك الشيء راه وعد بينك وبين راسك بينك وبين الله، ما بيننا وبين العبد هذاك الشيء سهل يتفك. غير هذه باقي بكل صراحه والله الا كان باقي نتمتع بها هذه الصوره هذه ديال أربعة الرايات كاس العالم. تفضل السي ابراهيم. الاساسيات ديال الاعداد الذهني حيت راه غادي تسمعوا الكوتشينغ مونتال. انا تكلمت على الكوتشينغ مونتال في 2011 وباقي كنقلب على ناس في المغرب اللي يمكن يمشيو في هذا الاتجاه هذا ديال الكوتشينغ مونتال كل واحد بالطريقه تاعو. وكما قلت لكم اليوم انا ماشي نهضر معكم على داك الشيء اللي كيتقرا في الكتب، راه كلشي جوجل تشات جي بي تي دابا راه ولات كتمشي تقلب اللي بغيتي كتلقاه. ولكن بغيت نتقاسم معكم تجربه
وهذا الشيء هذا البريزونطاسيون هنا في الباوربوينت راه غير درتها لكم باش تكون عندكم واحد الفكره، باش مره اخرى ان شاء الله يكون داك الشيء عاود في حيت راه اذا كنتكلموا عليكم على الكوتشينغ راه هو الكوتش كتفيقوا من الناس كيشوف ماتش كيدير لي نوت 90 دقيقه فاتت كيعطيك. كاين لي كوتش اللي كيمشيو يقراو على الكوتشينغ كاع كيفاش كتمشي تشد اللاعب، عرفتي كيفاش دير، خصك دير هكا وخصك دير هادي وخصك دير هادي، ولكن هذاك الشيء اللاعب هو بغى شي حاجه خصك تدخل معاه فيه باش بعدا هو الاول باش يفهمك. كاين دابا كتحسوا بيا وانا قريب لكم، راه هذه اهم حاجه في الكوتشينغ، هو بعدا اولا خصك تتعامل مع كلشي اللي كاتيجوري. تحفيز هذاك التحفيز غادي نجيب لكم واحد الفيديو من بعد باش كتشوف واحد ليكزومبل ديال مدرب كيفاش كيتكلم على اللاعب ديالو في ندوه صحفيه. وهذا اللاعب هذا المدرب هذا بغى هذاك اللاعب الماتش الجاي يكون تحفيز. علاش كنهضر لكم على التحفيز؟ انا نعاود لكم واحد التجربه ديالي انا شخصيا. ولدي كانت في عمر الساعه 12:30 واحد النهار في رمضان، قال ماما صلينا تسحرنا وبدات كتبكي الام. قالت لي خصك تهضر مع النعمان، النقط ديالو في المدرسه ماشي هما هادوك. قلت لها واش انت مزوجه بيا انا؟ فرحانه بخير فرحانه. قالت لي قلت لها نعمان فاش كنت صغير هو هذا، انا فاش كنت صغير الفوتوكوبي ديالي صافي. واش مربي نقي ما مريضش ما كيتخاصمش لك ما كيتشكاوش المعلمين صافي مزيان. دازت واحد 3 شهور في الوقيته ديال كورونا، واحد النهار هو يجي عندي ويقول لي دابا عقلوا معايا كنعاود لكم هذه القصه باش نعاود لكم تجربه حقيقيه على التحفيز. واحد النهار انا عندي واحد البلاصه ديالي كنشوف فيها دي ماتش ولا دي فيلم كومونتير، البلاصه ديالي كينزعي فيها الالهام. هذيك الوقيته فاش كنكون انا في هذيك البلاصه يعني كنسد صافي كنتعشاو وكنجلسو نهضروا اش كاين النهار كله في ديك البلاصه ديالي. خرج عندي من البيت ديالو ويقول لي بابا قال لي بغيت نشارك في واحد المسابقه. قلت له شنو هي؟ قال لي غادي نصايب الكمبيوتر ديالي وغادي نصيفط لهم وغادي تربح 1000 اورو. قلت لي عرفتي؟ انا عرفت ما عرفتش. قلت لي واش عرفتي لي؟ قال لي قلت له عرفتي لي بياس اللي خاصني؟ قال لي كيمشي للبيت ديالو كيسد، انا عارف كيسد كيمشي يقلب اليوتيوب فيديو شنو خاصني باش ندير الكمبيوتر يقرا. تعلم سيفتو وانا كنتفرج في الفازه. الغد ليه جا عندي قال لي راه جمعت هذه جمع شي 30% ديال البياس اللي خاصها. من بعد السيمانه الاولى 50% 70% 80% جاو هاد البياسات ديال الكمبيوتر. راك عرفتوا الكمبيوتر اللي مشتت صغار السر دون ما كيعرف من جاو عليه البياس صافي. ركب هذاك الكمبيوتر ديالو خدمو بجوج دي زيكرون. انا ما تيقتش، ماما ما تيقتش، هو يعطيه واحد الدفعه ولا لي نوت ديالو في المدرسه طلعوا، ولا السيد في تحفيزه. وماما قلت لها دابا صافي عرفتي شنو هو السر في هذه الامور هذه؟ خويا راسك والحاجه اللي كيرتاح فيها هي اللي غادي يدير، والحمد لله راه نجح. هذه غير نقطه على حساب التحفيز، حيت التحفيز كيساعدك على التركيز في الماتش. كاين مدرب المهم اسمحوا لي انا اليوم كنهضر معكم نقدروا شي اغلاط تكونوا كديروهم نيت كمدربين ولا، ولكن غادي نقولهم لكم ديك الساعه هادشي اللي عطا الله. اول واحد اللي خصو يبين اللاعبين ديالو بان راه كلشي ياهل هو المدرب. الثقه في النفس، الراحه، كيشوف فيه اللاعب ديالو كيلقاه مبتسم، كيلقاه رابح الماتش.
اللعاب فاش كيشوف المونيتور ماشي مشكل، زيد كمل، وقعت هذيك ماشي مشكل. واللعابه في وسط التيران حتى شي واحد ما خصوش يلوم شي لعاب في التيران الا دار شي غلط. هذاك الشيء كيساعد على التركيز. المهم راه اليوم ما غاديش نهضر معكم على كل شيء لان صعيب، نبغى نعطيكم غير شي شويه هكا. والله يجازيكم بخير اللي جا شي سؤال على بالو وانا كنهضر ماشي مشكل، لان ماشي بالضروره نكمل لا بريزونطاسيون. التركيز كيعطي الثقه في النفس، وهذيك الثقه في النفس اللي قلت لكم هي كلشي. فاش كتكون عندك الثقه في النفس الكره كتشدها ما كيدوهاش ليك، شويه تشد فوت ولا دير بها شي حاجه، حيت هذاك الكوفراج على الكره راه كيجي من الثقه في النفس. امتى كتمشي لك الكره؟ الا خفتي تمشي لك. باقي مازال شي حاجه سي ابراهيم بعد؟ ايه تفضل، ها الميكروفون. الله يرحم والديك بعدا باش ياك كتقرا العربيه. تحديد الاهداف. السؤال ديالك جا نصحاب واش بعيده لاباج ولكن هي كاينه هنايا. تحديد الاهداف، شنو بغيت كلاعب؟ شنو بغيت؟ La fixation d'objectifs. نعم. La fixation d'objectifs. À court terme, au moyen terme et à long terme, c'est ça? واش كتسمعوا في الميكروفون ولا غير انا كتسمعوا؟ قلتي لي بغيتي. الله يعطيك الخير. شكرا الله يعطيك الخير. انا بلاصتي عرفتي فين؟ في قلبكم. انا داكشي اللي بغيت، واخا بعض المرات كيما قلت لك واخا نكون قاصح، راه داكشي اللي الصحيه اللي كنهضر بها راه كنهضر بها حيت بغيت المصلحه ديال البلاد. انتم راه ما جيتوش هنا اليوم غير هكا في هذا الصباح هذا. حتى عطي الميكروفون للسي، فين هو الميكروفون؟ السي بن منصور. سي يوسف، لا السؤال قري واش سوفيتي التفسير ديالك فيما يتعلق بواحد العنصر اساسي اللي هو التحفيز. كملتي العرض ديالك فيما يتعلق بهذا الجانب، واسمع بعدك فيما يتعلق بالاخوان اللي كداو الكلمه قبلي، انه ما عرفتش واش جاوبتيهم بثلاثه على التساؤلات ديالهم، ولكن انا غادي نكون فضولي وغادي نعبر على الكلام اللي وصلني من عند الاخوان اللي جاوا معايا كلهم لاعبين كبار. عيطوا لي في التليفون وانت تتكلم، قال لي راه سهله الكلام على التحفيز، ولكن ما هضرش على واحد العنصر اساسي بالنسبه للتحفيز، وداروا لي باللغه ديال ماشي ديال الكلام، باللغه ديال الحركه. قال لي التحفيز هو داك السي الشاكي لاعب كبير فريق الوداد البيضاوي، سي صفار لاعب كبير رئيس برا ديال الجيش الملكي، سي سعيد غندي لاعب كبير ديال كاس العالم 1970، كاس العالم 1970 سي غندي، سي مصطفى سي عبد الجليل سيكا لاعب كبير ديال كاس افريقيا 79، وسي المعضدي اجاكا عاد تحت ما شفتوش، واجاكا فين هو؟ اجاكا هو تحت بينا. لقاو لي عليا سؤال قالوا لي ما قاعد دمر السي يوسف واحد العنصر الاساسي في التحفيز، داروا هذه الحركه تحفيز، داروا لي هكا ما تسكتيش على هذه الحركه نهائيا. انا نفضل نعطي الى نعطي شي واحد عنده تجربه كبيره في هذا المجال ديال التحفيز، الا وهو السي سعيد غندي، لانه هو اكبر الناس سنا، اكبر اللاعبين الحق الناس سنا، يمكن يتكلم على التحفيز كما عاشوا في 1970 في المكسيك كاس العالم، وعاشوا في مناسبات اخرى ولا شان. سي سعيد بعد كمان يتكلم على العنصر ديال التحفيز الاساسي اللي هو بالنسبه لي انا هو الماده. شي واحد شي سيده او انسه تكلفات كان هذا العنصر الماديات. التحفيز ديك الساعه كان هو الحسن الثاني الله يرحمه. لا جدال ولا كلام على
السي سعيد عندك شي حاجه ما تقولنا فيها انتم اللي باش تتكلم في هاد العناصر ديال التحفيز. يعني احنا لا نستعد كيفاش وصلنا للكيب بريمير. العمر ديالنا انا في عمري 7 سنين وساكن في دار السلطان. اسمحوا لي نعاود لكم القصه ديال التحفيز، فيها نظام التحفيز. ومن دار السلطان مشى لعفيدة تمشي حتى لوزيز، جاريه وحده في لاري وجاريه وحده في الودو الصغير تنخاف من الطريق باش نمشي للراجل. كاين المدير ديالنا ديك الساعه الساعه خاطر الله يرحمه تيقلب لينا راسنا واش فينا نكمل، تيشوف الطرق واش مقطعين، واش يعني مراقبنا كان الاب ديالنا. وفي الملعب تيردك البال اش تدير وما تيدويش معاك، تمشي للعبه وبدا يخدم معاك الصغير. وهذه هي المسيره حتى تنكتب من المليون القاضي عندو ربيه ضعيف استغفر الله العظيم، ما درتش الجينيور من القاضي لكيب بريمير في عمري 16 عام. ولكن لما ترجع الخير يعني تفضل لهذاك المدرب اللي كان يهبط معاك المستوى ديالك باش يطلعك تفوت. لحقنا ليكيب بريمير، هذه القصه تاع اللي كان دازنا حتى حتى يعني 16 عام كنا في ليكيب بريمير. وليتي تتربي راسك بالتربيه ديال ربك المدرب، تطلع تحسب تغسل فيك الشتاء، هذا هو التحفيز. اما التحفيز في الرياضه تيبقى دائما مسؤوليه. راني كان في صغرو يعني ملتزم، راه عمرو شي طريق خيبه اللي يمشي معانا كان رياضي اصلا. والتحفيز ثاني التحفيز اللي توصل للصح وهي ليكيب بريمير. ملي توصل ليكيب بريمير تتولي تشوف انت في ليكيب ناسيونال. باش توصل ليكيب ناسيونال ترجع لهذاك السيد اللي رباك في الصغر كل ساعه قادر كذا تبقى تابع حتى يوصلك ليكيب ناسيونال وتتوصل يعني رياضي كامل. لا في الدراسه ممنوع ما تمشيش للمدرسه، ممنوع تجيب الموفيز نوت هذه في الصغر. ولا ساقولك الخور ما تمشيش للمدرسه يوقفوك قبل يوقفوك ولا يوقفوك وتيراقبوك في المدرسه. وملي تدخل الكوليج هذيك الساعه المدرسه تتكلف بك تشري لك المسائل كلشي في المدرسه. هذه القصه اللي حنا دزنا فيها وتطلع مربي اول مرتين. التربيه ديال الرياضي ماشي هي التربيه ديال الزنقه، التربيه تاع الرياضي عنده ناس يحبوه، خاصو يكون ملتزم بالاخلاق الطيبه وبالاداء الواجب، يعني اللي خاصو يلعب كواري في الملعب. كما قال الاستاذ لا دخلتي ولا شتي شي واحد صاحبك غير شتي فيه راه قلت حياتك. دونك الفوتبول وتتأدي الواجب ديالك. علاش؟ حيت هذوك الناس اللي كيحبوك راه تبع لك المحب ديالهم من صغرك وهما غادي معاك. وتلقاه السيمانه كامله هو تيبك في الطابله وتهضر مع وليداتو تيقول لهم انتم غتشوفوا مثلا سحيته بيتشو دوربي تشوفوا هما اش غادي يديروا ردوا بالكم كذا. ملي تيجيبوا نهار لحد وليداتو بحال غادي يسمسرح تيبقوا تجيبو انت تدي شي جاست خير. هذاك الاب تيضرب في ولده يقول له بابا سيمانو تتقول له مزيان شوف دابا اذا رديتي هذاك الاب خير. يعني حتى حسن الاخلاق والرياضي اللي يتخلق والرياضي اللي تيحترم والرياضي اللي غادي في طريق مستقيم راه تيوصل. هذه هي الحياه. شكرا. تيش السي شكون؟ لا صافي غادي نهضر فيها. نهضر فيه هو صافي. يلا بديت الشغل. في زيد ما هضرتيش. هذه السحريه سي اسم لا سع. عرفتي علاش خرجنا واحد الشيء على فوالا خرجنا علاش؟ وفي نفس الوقت واخا في نفس الوقت خرجنا على ذاك النطاق ديال سميتو علاش باش نحسوا بروسنا ونتعلموا من بعضنا البعض. راه قلت لك ولكن من 100 حاجه هذه خساره
سهل سعيد تاع الناس الاخرين. ديك واحد الحاجه هي اللي نجي باش نعطيها لك، راه ماشي نقدر نعطي كلشي، غادي نشارجو على الشكل سي بنوصل بارك الله فيك، الله يعطيك شكرا بزاف، شكرا سيدي سعيد على الشهاده ديالك. هضر على شي نقطات مهمين جدا جدا وقلتها فعلا، راه هاد النقطات درت لكم هنا راه ماشي اليوم صافي هذاك الشيء اللي قلت عليهم راه فيهم باقي مازال شي نقاط اللي خصنا كنهضروا فيهم. في الاول قلت قبل ما تديروا الفريق خصك تجمعوا، وهذاك الجمع هما الدراري اللي هضر على الاخلاق، احترام باللعاب، شتي ديك النميمه وداك الكريتيك، داك النقد اللي كينتقد اللعابه صحابهم ولا المدرب بعض المرات مع لاعب، شتي هاد النقط اللي هما بساط راهم كاينين في الفريق. فشكرا لك بزاف السي سعيد على الشهاده ديالك. وبالنسبه للمال، الماده دابا اللي سولته قلت له انت فين كاينين الفلوس بزاف في المجال الرياضي، وقلت له سويسرا والمغرب، يقول لي نورمال سويسرا، ولا بيني وبينكم اقسم بالله الا داكشي اللي هنايا في المغرب، الفلوس اللي كاينين في المغرب ما كاينينش في سويسرا. اشنو كاين في سويسرا؟ حسن التدبير، وهنا عندنا حسن التبدير. وهاد الشيء هذا نقط اخرين اللي مازال جايين. راه ما تكلمتش لكم على السميك اللي هي سويس موروكان انستيتوت فور كوتشينغ، اللي كانت فكره. انا مشيت فاش كنت عمري 22 عام لسويسرا، وكان الحلم ديالي ودار ملي كنت هنا في المغرب كنت في تارودانت، مشيت لسويسرا. وفاش مشيت لسويسرا بديت دائما حط ذاك رشاد يوسف في المغرب، اللي هو الشباب اللي في عمرهم دابا هذاك السن ووليداتكم حطوا هنا في المغرب، وكنقول راه بغى شي حاجه بحال داك الشيء من جد السنه. ودرت هذا السميك المعهد المغربي السويسري للتدريب، فيه التوجيه الدراسي، فيه هذا بسيكولوجي سبورتيف، فيه الكومونيكاسيون، كيفاش كنتواصل مع بعضياتنا، راه حتى هي راه مهمه. وفيه اجنحه اخرين اللي ان شاء الله مازال غادي ندخلوهم، الجانب الغذائي دابا النقطة المهم تحديد الأهداف هو الأول. التصور الذهني خصني نبدا بعدا التصور شنو بغيت، اشنو بغيت أنا في كل شيء من قبل الماتش حتى الماتش ومن بعد الماتش. وكاين داك الحوار الذاتي خصني نتكلم مع راسي، شنو أنا درت اليوم، شنو درت في هذاك اسمو. بعض المرات فاش كتشوفوا شي واحد غادي في الزنقة وكيتكلم هو بعقلو وكيتكلم كيدير هكا غادي بوحدو. حنا في المغرب في الثقافه ديالنا كنقولوا راه الله يستر، ياك كنقول الله يستر، الله يستر هو هذاك اللي كيقول الله يستر، لان هو عارف شنو كيدير، كيوجد راسو شي حاجه وغادي. ولا وجدتي راسك قبل ما تمشي كتقول الا قلت هادي ولا قال هاد الشيء هذا راه كنعاود لكم داك الشيء اللي عشت انا شخصيا، وداك الشيء ما كسبتوش مني صغير، ولكن مع التجربه ديال الحياه عطاتني بزاف ديال النقاط اللي كنبغي نتقاسمهم معكم. وان اللي مهم هو الوليدات اللي جايين ان شاء الله في المستقبل تكون عندهم واحد الطريقه ديال التكوين وديال لا كومونيكاسيون تكون احسن من الان. هذاك التصور الذهني والاداره ديال التوتر، فيه بزاف ديال الحوايج. راه كاين ثلاثه الاشياء ديال التنفس، وانتم دابا الا جات بحال هكا بغيتي تهضر هذاك التنفس راه كاين التنفس. راه التنفس اللي سولته قلت له كيتقسم التنفس على، المهم عندك السموم اللي عندنا في الداخل ديالنا راه 70% كتخرج غير بزاف، كتبقى 20% بالعرض، 10% اللي كنخدموا في الطواليت حاشاكم. يعني ما نخليش ديك الوقيته اللي هذوك اللاعبين اللي كنشوفوا في البطولات كيهضروا مع الحكم اسير صاحبي تنفس كره من تسرجع رجع مازال غادي نقول لكم واحد الفيديو من بعد الدربي ديال الرجاء والوداد احسن دير شفتو في حياتي، وما عرفتش غادي نشوفوه ولا لا، هو ديال 4-4. غادي نشوف هذا الفيديو من بعد ما جايبكم. المهم الاداره ديال التوتر راه فيها ظروف ان شاء الله مازال غادي نتكلموا عليهم. سير السي
السي ابراهيم السي حرمة الله شحال عندي مازال باش نخلي لك البلاصه. انا ما غاديش نقول لكم اليوم كل شيء، اليوم جيت باش نعرفكم وتعرفوني وراه الباب مفتوح. نعم صافي 10 دقائق صافي. قال لي خصك تكمل نهار 11 وربع نورمالمون، ولكن غادي نقول ليه بان راه بديت مع 10 وربع ما مشيتش مع 10، هادشي علاش غادي نضرب ساعه. الله يعطيك الناس والله ما بغيتش ندوز قدام السي حرمة الله، ولكن غادي نكمل هاد الشغيلات هادو صافي. وكما قلت لكم انا جيت فيهم ماشي باش نعطيكم الدرس، والله جيت باش تعرفوني ونعرفكم، وان شاء الله اللي جاي ما عاودش لكم عليه بزاف، ولكن ان شاء الله كاين انا اليوم سويس ماروك اللي يلاه الدارج كنديروا بروجيات في المغرب وفي سويسرا يعني في مستوى عالي، وهذا اللي جاي بروجي ديال المغرب ان شاء الله غادي نديروا على الرياضه ونروحوا مليون مدعوين ان شاء الله. ياك مدعوين صح مدعوين صح ما تمشيش استدعاء ديال بعض المرات ياك عندنا هذا المشكل. بعض المرات كنكونوا حنا هو المشكل. شوفوا هذا المشكل دير كبرها لا صافي ديرها لك بعض المرات كيكونوا علينا هاد الشيء هذا، كنكونوا حنا المشكل كنقلبوا على المشكل الاخرين ما كنلقاوش ليه الحل وما عمرو يتحل. سير الانستغرام الثاني هذه راه مفهومه ما غاديش نهضر عليها لان خصني نكمل. هذه واحد الدقيقه ديال الكورس هادو العاب ديال البطوله البرو اللي كيديروا واحد ليكزيرسيس. دابا غادي نشوفوا فين واصلين حنايا في النيفو ديال نتعلموا. انا كنعملوا واحد 50 سنه وهاد اللاعب الله يسمح ليه في المقابله ديال الزمالك ونهضر بالكانيه بركان بحث في ماستر 1-0 وجاو البركان داير 0-0 ويتجبد هاد اللاعب هذا اللي عقل على هاد المقابله هادي انا عاقل عليها مزيان طاح في 16 متر كارو ويشد الكره بيديه بحال الحارس عطى الزمالك بينالتي داروا 1-1 بينالتي ديال دات الزمالك في كاس المغرب. هذا اكزرسيس كيدير نفس اللاعب هذه دابا هذه خاصها تعلم ليه ملي كان صغير لان عاود وعاود وعاود وهذه كنجيبها وعيني وغندير عاود وفاش مره اخرى قال لك ما بقاش ما بغاش باقي يعاود بس السيره صغيره الموضوع هذا علاش شنو المشكل هو انه اللاعب نورمالمون الموديل اللي كيقول لهم سيرسو خصو يدخل على هذا الشيء هو فكر في الجريه وما فكرش في السيرسو الريفلكس ديالو هو الميساج اللي عطاه للسيرفو عطاه
كيفكر هو غير باش يجري. داكشي علاش هاد اللي كان عنده هو ما كانش عنده لا كورديناسيون، لا بروبريو ما كانش عنده هو داخل الجسم. بالضبط. علاش جبتو ووريتو راه ما يمكنش. انا بالنسبه لي ما يمكنش نفكر في الاثنين الثلاث وباقي ما دارش الاثنين. يعني كما عرفتي في الاول هذاك بعدا الكورديناسيون بالنسبه لي انا شخصيا انا كمدرب هذا اللاعب هذا نجيب والله حتى نجيب ملاعب من الناس. كدير ان جيست سيتادير فيه جوج هو يجي شحال حركات راه ما يمكنش. كان في الجريه داكشي علاش ما كانش عنده لا دريس كونسونطراسيون. التركيز راه كنهضروا على التركيز. التركيز هو كل شيء. التركيز هو كل شيء. الخطوه الاولى هي راه كاين اللي كيكون طلع ربع النهايه وكيفكر في النهايه مع ربع النهايه. عرفتي ربع النهايه اللعابه ديالكم شنو لوجيكتيف ديالك؟ سولوهم عافاكم المدرب من نبدا سولوا اللعابه ديالكم قول ليه شنو هو الهدف ديالك في الفيستير قبل الماتش. قول ليه شنو هو الهدف ديالك؟ قال لك نطلعوا ولا نديو البطوله. لا تاخذوا ماشي الفكره، سمحوا لي، ماشي الفكره ديال كلشي نطلعوا. الفكره ديال الناس هو انني نلعب مزيان نربح يعني نحمل وجوه دوك اللي تيبغيوني تيتفرجوا فيا. هذا هو الهدف. هذاك مزيان بالضبط. الهدف هو هذا. ونربط واحد المساله قال السي سعيد اسمح لي راه كتجبد لي شي حاجات. وهذا هو اللي بغيت منكم هو تستفزوني راه كتاب ونامي ديالي كتزيد. قال واحد المساله هي نفرح هذاك الجمهور. راه كنشوفوا باقي اللعابه حاليا كيضيع شي كره. انا كنهضر معكم على بغا اللاعبين ماشي انا. كيضيع كره كيدير الجمهور اسمحوا لي واش شريت وديها في التيران. ديها في التيران صاحبي. عرفتي انت غتسمح لي راه الانسان كاين بالراس نصف نهايه على نصف نهايه العالم مشى كاس افريقيا اش كيقولوا عليه. نسينا كاع حنا هذيك نصف النهايه نسينا هذاك الكتاب هذا التاريخ. راه اللعاب نسى الجمهور نسى كل شيء. ملي تدخل ديك الدقيقه التيران يعني صحابك ولوبجيكتيف ديالك وتعرف لو فين كيفاش تريكوبيري. نفسو جماعه النفس ديالك باش كتكون الكره ميته ما تضيعش شي حاجه اخرى. شكرا سيدي سعيد. اليوم ان شاء الله معنا لكن كان ديرها كتفضل الجمعيه هي الممثله ديال الجمعيه في الفوتبول فيمينا. عارفين بان فيه مبادئ وهذوك المبادئ راه كيتخدموا كل حاجه بوحدها. عاد النظام ديال الضغط على حمل الكره تيقدر يكون بكل صراحه. البرنامج كله طويل بزاف خاصو 3 ايام ولا 4 ايام. اذا انا حاولت باش نلخصو
باش ما نطولش عليكم بزاف، ولكن في آن واحد نعطيكم فكره عليه. تفضل سي نور. اذا قبل ما نبداو هاد الحالات الاربعه لتغطيه الهارد سبيس لما الظهير يضغط على حامل الكره بجنب خط الالتماس. اذا هذه اولا قبل ما نهضروا على لو بريسين، حيت لو بريسين كيكون في وسط الملعب وكيكون في الاجنحه. اذا كاين واحد المشكل اللي ما كيردوش ليه البال بعض الاخوان او بعض المدربين، ملي كيطلع الظهير اليمين كيبغي يضغط على شي واحد قدامه، كتبقى واحد الثغره اللي كتبقى في وسط في البلاصه ديال لاريير لاتيرال. الظهير اليمين ملي كيطلع لو ستوبور كيكون المساك يمين، المساك وسط، والظهير يسار. اذا هنا كتكون واحد الثغره، هذه الثغره خاص المدرب يكون واخذ القرار من بعد ودرب اللاعبين على كيفيه غلق هذه الثغره. غلق هذه الثغره فيها 4 حركات: حركه 1، حركه 2، حركه 3، حركه 4. اذا قبل ما ندخل للبريسين خاص نكونوا انا كمدرب مع اللاعبين متفقين ملي لاريير دروا كيطلع لا ديفونس كيفاش غدير باش تسد هذه الثغره، واش تخليها محلوله. الى هذا طلع الاخرين يلعبوا ولا ظهروا واحد داز غيكون سونتر تري دونجو. اذا خاصنا نكونوا عارفين. اذا انا اللي بغيت نبدا بها بعدا اشنو هو الهاف سبيس. الهاف سبيس حنا ملي كنا كنلعبوا الكره كان عندنا الجناح يمين، كان عندنا الجناح يسار، وكان عندنا الممر الوسط، le couloir central ou le couloir axial, le couloir de l'ailier droit et le couloir de l'ailier gauche. ملي كنلعبوا كيقول لنا لونترينور انا غنغمض عيني الريبي سي سعيد غاندي ملونسي كيسونطريها كيخرج لها حمال تيضربها، او السحيته راه مشى في الكوتي غوش كيسونطري كيكون بيس. دونك لي سونطراج كانوا كيكونوا من لي كولوار اكسونطري. ليلي دروا كيسونطري من الكولوار ديالو وليلي غوش كيسونطري من الكولوار ديالو. دابا في التكتيك في المستوى العالي ماشي سيستيماتيكمون ليلي دروا اللي غيسونطري، لان ليلي دروا دابا عاد غوشي عنده مهام اخرى. وليلي غوش لا بلوبار دو طون دابا في المستوى العالي عاد درواتي، اذا ما يقدرش يمشي يسونطري بغوشي بحال اللي كان كيدير ساعتها. اشنو كنديرو دابا في لا تاكتيك الجديده؟ دابا كنلخص لكم. كيكون لانتر دروا هو النيميرو 8 والانتر غوش نيميرو 10. لافون سونتر ليلي غوش ولكن راه درواتي، وليلي دروا ولكن راه غوشي. هاد ليلي غوش علاش كيكون واقف؟ كيبعد عن الخط، غير كتجي الكره كيكونترولها بالبيد دروا. علاش غوشي؟ كيدير لها التصف كيضربها كتجي في واحد المنطقه اللي بين 5 متر و50 ولا سيرفاس دو ريباراسيون. علاش كيلعبها تما؟ لان ملي كتجي هو الكره لا يربوش تنجي عنده. اذا هاد المساحه كتخوى، هاد المساحه ممكن ستوبور يجي ويدخل ليها. فهاد التكتيك لا اون سونتر بالعالي كيجي عندك ستوبور اللي هو هنا. ملي كيشوف الكره غادي تلعب اللي يدرو كيجي حداه باش ما يخليهش يمشي يغلق هذيك المسافه. هذيك المساحه هي اللي كتسمى الهاف سبيس بالانجليزيه، هي المساحه الكولوار البيني بين الكولوار ديال ليلي وبين الكولوار اكسيال. اذا دابا عاد في الكره الكولوار ديالي والهاف سبيس دروا والكولوار اكسيال والهاف سبيس غوش عاد ليلي غوش. لي سونطراج دابا عادو كيديروا من الهاف سبيس غوش ومن الهاف سبيس دروا. شكون اللي كيسونطري من الهاف سبيس غوش؟ النيميرو 10. غير الكره كتلعب لهذا وتا هو علاش درواتي؟ لان كتجي كيوقفها الكوشيه وكيدير لها التصق بلا تيرير دو بي كتمشي هنا، واللي لو نيميرو 10 كيكون كوشي هو اللي كيدخل هنا تيسونطري بتروا جوار، هما واحد برومي بوتو واحد في دوزيام واحد في السونطراج. اذا هاد الكولوار ديال الهاف سبيس انا كمدرب عارف بان الخصم غيستغلو. اذا الظهير ديالي انا ملي يخرج يضغط هاد الهاف سبيس خاصني نكون انا عارف شكون اللي غادي يسدو. اذا كاين
4 محاولات. أنا غنوريكم الآن بالصور. واحد موصل هذا اللي في هذيك اللازر. نشوف اللازر ولا ما كاينش. إذا ما كاين مشكل. هذا هو الهارد سبيس. هذا هو الهارد سبيس غوش، وهذا هو الهارد سبيس دروات. هذا 5 متر 50 وهذا ليميت دا سيرفاس. هذا هو الهارد سبيس. إذا ملي كتمشي الكرة عند 7، هذه المسافة كتبقى فيها نمرة 10. سير دوز. إذا ملي كتبغي دوز تما خاص شكون اللي غادي يسد هذا الكولوار هذا. اوكي زيد كمل. إذا هنا شوفوا رقم 8 اللي دخل. دابا نوري لكم باسيميلاسيون من بعد. ملي كيكون المدرب داير بأن رقم 8 لو ميليو دروا هو اللي عاد كيشوف لاريير دازل هو اللي كيدخل، باش لي 3 ديفونسور اللي كيبقاو في لاكس سونترال. شفتوا هنا كاين واحد الخط احمر. هذيك لا لين روج. هذا لين روج كدوز من البيلانتي وكدوز من الوسط وكتمشي. دائما في لا ديفونس اكسيال دائما تيكون واحد في الخط الاحمر، واحد كيكوفري البوطو دروا باغ. إلا كانت الكرة اللي غادي نقولوا البوطو غوش وهنايا البوطو دروا، باش دائما البوطو ديال الجول كيكون واحد ديجا كيحمي هذا البوطو والاخر كيحمي هذا، وفي لاكس سونترال رقم الخط الاحمر. إلا ما كانش فيه لو جوار في الخط الاحمر دوفون غارديان دو بوس راه ديما ديت بروميير بوطو اكسيال والدوزيام بوطو ديما خص يكونوا 3. إذا ملي كيكون 8 هذه كنسموها لا سيتواسيون نيميرو 1. هذه كاتبها لتحت ما بيناش لا سيتواسيون نيميرو 1. إذا هذا الحل الأول من الجهة يمين. أنا عندي الجهة يمين هي هذه. أوكي. إذا ملي الظاهر كيخرج غير هو كيخرج لو 8 كيدخل في بلاصتو ماشي لو ديفونسور. إي لو 3 ديفونسور كيكونوا في لاكس. هذه كتسمى الحل رقم 1. الحل رقم 1 يمين. كمل أسئلة. وملي الكرة غادي تمشي عند لي غوش لو 8 اللي هو دروات فيه غادي يدخل باش يسونطري. واش كمل غير هو غيدخل هنا. كمل. هذا 6 تابعو. هذا 6 هو اللي تبعو. التعليمات هنا عند لو 6 هو اللي كيكوفري لو لاتيرال غوش، وهنا كيبقاو 1 2 3 دائما واحد في الخط الأحمر، واحد بروميير بوطو، واحد دوزيام بوطو. هذه سي لا سوليسيون نيميرو 1. هاد لا سوليسيون نيميرو 1 كيختارها بعض المدربين لأن كيكون عارف بأن لي زاير اللي عنده مجهدين بالراس في البروميير بوطو دوزيام ولاكس سونترال ديما واحد. اوكي. إذا كيكونوا مترينين عليها. كاين الحل الثاني غادي ندوز على سوليسيون نيميرو 2. غادي الكرة تعبات لو 10 غادي يمشي. دابا خرج ليه النمرة 5. النمرة 5 سي لو ستوبور كي ادروات. دونك المدرب عارف عنده لو 8 تا هو مزيان. لو نيميرو 5 ملي كيخرج لو 8 كيمشي للبروميير بوطو. ها هو النمرة 8 هو اللي مشى للبوطو. هادي داير عليه دايره هنا مربع. هاي علاش؟ لأن البروميير بوطو خص يكون فيه ان ديفونسور، دوزيام بوطو ان ديفونسور، لاكس سونترال ان ديفونسور. والمدرب خص يكون معلم اللاعبين ديالو ومدربهم. حل واحد حل جوج. هذه سي لا سوليسيون نيميرو 2 كوتي دروا. سي لا سيري باش تشوفوا لا سوليسيون نيميرو 2 كوتي غوش. ها انتم شوف فازي. ها لو 8 غادي يدخل لو 4 نمرة 4 ها هو مشى معاه. اي لو 6 هو اللي مشى للبروميير بوطو. راه هاد لي سوليسيون راه لي غروس زيكيب راه كلهم كيكونوا عندهم. انا شخصيا ملي كنبدا نتفرج في مانشستر سيتي ليفربول اكسيتيرا راه اللي كنشوف ديما كنشوف غير لاير كيخرج خصني نعرف شكون اللي داير كوفيرتور، شكون اللي شد الهاف سبيس، شكون اللي مشى للبروميير بوطو، شكون اللي مشى للدوزيام، شكون اللي مشى للتروازيام. إلا ما كانوش اون لين بعدا اون لين والاخر كيخرج راه حنا بالمغربيه كنقول راه ديفونس مخربقه.
وكتكون تقبه في البروميير بوطو ولا في الدوزيام كيجي سونطراج كتلقى واحد بوحدو كيدير له هذا كيماركيها. إذا هاد لا سوليسيون ها هي نيميرو 2 ليفت والنيميرو 2 راه وريتها لكم كوتي دروا. دابا نوريكم لا سوليسيون نيميرو 3. شوف دابا السي ها الكرة عاوتاني غتمشي عند لو 10. شوفوا لا سوليسيون 3 فازي. دابا سي لو 6. شوفوا لو 6 فين جا ماشي لو 8. لو 6 اللي كان هنا كيدخل هنا. ها لو 5 مشى. الربعة جا البروميي بوطو اي لو 6 اللي كاين هنا هو اللي كيدخل في لاك سونترال نيميرو 3 دوزيام بوطو. هذه سي لا سوليسيون نيميرو 3 كوتي droit. اوكي سي شوفوا لا سوليسيون 3 نيميرو غوش كوتي غوش. ها الربعة مشى. الخمسة جا البروميي بوطو لو نيميرو 8 اللي كان هنا هو اللي دخل هنا. ها هو فوق لا لين غوج. من في التمارين بعدا في التمارين راه كنحط اون لين غوج دائما اللي جايه من لاكس سونترال حتى لو بوت. مع الاسف لا لين غوج اليوم في لابريميدي هذيك البوندا الحمراء ما كايناش. غادي ندير اون بوند بلو لان في التدريب اي واحد غير كيديرها كيلحق لا لين كيوقف هي لاكس سونترال. اوكي دونك هذه سي لا سيتوياسيون نيميرو 3 كوتي غوش. دابا غنديرو لا سيتوياسيون 4. تفضل السي سبيس. شكون اللي جا دابا في النيميرو لو 11؟ ها هو لو 11 ستوبر دروا. ها لارير غوش في لا لين ولو 11. وهاد لا لين هاد لا لين لي زارير لاتيرو ممنوع يفوتوهم. وحنا في التدريب اللي كنديرو انا ارير غوش ملي كنكون غادي كنجري ولا غنقول ارير دروا. هاد البوطو هو هذا الكره تلعبات لا ديفونس دارها. انا ملي كنمشي كنلحق لا لين روج اللي قدام البوطو غير كنوقف. عندي صاحبي عبد القادر هو اللي كيديرو. عبد القادر دوزيام بوطو. انا كنعيط عليه في التدريب ولا ما درتهاش في التدريب كنقول ليه خلصت لي بون. اي لعاب عندي ارير لاتيرال دروا ارير لاتيرال غوش. الا البوشي هذا دات لعبات تما وجا والحق القديم وما باش يصاحبوا كوفيرتور لان الكوفيرتور دوزيام بوطو تبقى خاويه. كيفكروا خاصو يجي. الا ما فكروش كيدير 5 بون كيدير 1 فوا 5 بون 2 فوا 5 بون من بعد عاد كيلحق لا لين كيقول لا خرجي. معلاش باش يكونوا عندنا ديما 3 جوار دوفون لو بوطو بروميير بوطو دوزيام بوطو اكس سونترال. ملي كيكون لو سونتر كوتي دروا ولا سونتر كوتي غوش. تفضل سي الوالد. دابا هنا لا ديرنيير سوليسيون سور كوتي غوش. زيد وقيلا فوالا هي هذه. ها النيميرو 4 هو اللي خرج. اوكي ها هو النيميرو 3 راه مشى بغى يشد هذا. ها النيميرو 4 دار ليه كوفيرتور. لو 5 بروميير بوطو. لو 2 ما يفوتش الخط الاحمر وتيقول النمره 7 عبد الرحيم ولا حميده ولا اللي كاين كيجي البوطو ديالو راه هي ديالو. دابا حنا عندنا 4 سوليسيون. لي زونطرينور اما كياخذوا اون سول سوليسيون اللي كيبداو يخدموا بها اما كيعلموهم لي 4 سوليسيون في لو تري تري او نيفو. لي ديفونسور كيكونوا حافظين 4 عاد كيديروا الطرف كتلقى 3 كتجي لنا بريسين كتلقى 3. اذا علاش كنهضر على هذه؟ حيت قبل ما ندير انا البريسين خاص نكون عارف كاين كوفيرتور جو في فيغ في لا بروغراماسيون اللي غنوريكم. تفضل السي الولي. وقيلا كاينه لا سيمولاسيون فوالا ها هي نمشي. هنا غادي ندير هادشي اللي قلت لكم وريتو لكم غادي يكون متحرك باش كنفسر للاعبين. ها اللاعبين ها هي راه لو 8 هو اللي دار البريسين. علاش كندير ديفيرون جوار في ديفيرون بوست؟ لان عندي لو تيتولار عندي لو رومبلاسون. ما غاديش نخدم بالتيتولار ونخلي الرومبلاسون. خاصهم يحفظوا نفس التحركات. راه الانترفيو راه هو اللي مشى تما كاينه. هذه ديرينا رقم 1. هذا 6 هو اللي دار كوفيرتور. هذه رقم 1 كوتي غوش. دابا هذه السيمولاسيون هذه جوار غيديروها في التدريب. والتدريب راه كاينين لي كاز لي زون. راه نيميرو 6 هو جاي غيدير كوفيرتور لارير غوش. راه لي 3 ديفونسور اكسيون راهم واقفين.
La ligne Zaka, ce sont des joueurs du milieu. Donc la couverture de l'arrière gauche, c'est le numéro 6. D'abord la solution numéro 1. D'abord, on la solution numéro 2. Là, d'abord, il la solution 1 qui est la première fois. Ça, c'est le homme. Maintenant, qui est la deuxième fois. Voilà. La sélection des Amman des U17. D'abord, la solution numéro 2. Le 8. Le 8 à Wamcha, couvre le stopper. L'arrière droite, là, stopper derrière couverture. Ou le 8, on va bien les deux stoppers. C'est la solution numéro 2. Le milieu qui coule ici. Dima, tu as 4 défenseurs. Ou un des défenseurs خرج لأن l'axe ديما خصو يكونوا فيه 3. إذا هادو سي لي بريباراتيف ديال البريسين باش ملي غنبداو نضغطوا في أماكن مختلفة حنا خصنا نكونوا عارفين شكون اللي اللور. راه لي بلو إذا راه ان دي ميليو تيران هو اللي داخل اونتر لي دو ستوبور. هذه كتسمى لا سوليسيون نيميرو 2. هنايا سي لو 6. لو 6 هو اللي داخل اونتر لي دو ستوبور. ها لو 6 راه هو غادي. ها هو غادي هو اللي غادي يدخل في البلاصه ديال لو ستوبور. دابا il est passé entre les deux stoppeurs. عندنا toujours 3 joueurs dans l'axe. هذوك الحمرين ce sont des défenseurs et les bleus ce sont des joueurs du milieu de terrain. هذه اللي شفنا دابا رقم 3. هما كيعاودوا هادو اللي دار غلط ما كوليساش. نورمالمون هاد لا زون هادي راه خصو يكون داخل فيها. دابا هو دار غلط. دكتور اخي جاي كيستيون. نعم. واش نوقف لا فيديو تسولني ولا نوقف لا فيديو؟ تفضل. Est-ce que les schémas ça change par rapport au système de jeu ou là ça reste les mêmes? Ça c'est un système de 4-4-2. Je peux jouer contre n'importe quelle équipe. Elle joue avec 2 attaquants, avec 4, avec 5, avec 6. Moi, je suis imperturbable parce que je bloque toutes les zones. Mais chez un attaquant, non. J'ai une organisation que j'utilise contre n'importe quel système. Il est dit que à chaque fois contre un système, tu deviens fébrile. ما كتبقاش عندك قوة ضاربة كتعود كتسنى حتى هو يدير باش أنا ندير. لا، أنا عندي طريقة دفاعية تستعمل ضد أي نظام. C'est une contrainte qui est le score, on va voir le score. Ça, si je suis mené au score. Le score. Le score. Non, le score, qu'est-ce que je m'en fous du score? Là, dans ma situation à moi, l'équipe elle a le ballon, donc ils m'ont attaqué. Donc la balle est arrivée du côté d'arrière latéral, il est obligé de sortir. Que je gagne 5-0 ou que je perds 3-0, si l'équipe adverse a le potentiel pour venir devant mon arrière, il est obligé de sortir. Donc là, je ne tiens pas compte du score. Le score, quand je suis perdant ou gagnant, voilà, c'est ce qu'on cherche. d'abord, le côté défensif. Je ne te parle pas de la philosophie de mon jeu. Dans la philosophie de mon jeu, j'ai un comportement offensif qui va jusqu'à droite, qui va jusqu'à le pressing haut, qui va jusqu'à le Kora. On n'en parle pas. D'abord, il y a un thème, un sujet, le pressing bas. Je ne parle pas du pressing haut, je ne parle pas du pressing intermédiaire, je parle du principe bas. Le principe bas, il a des principes. Donc, le premier principe, quand l'arrière droit sort, qui va dire حتى كناخذوا الحل نعرفوا اش غادي يديروا لها الثغره واش نستعملوا الحل واحد ولا جوج ولا 3 ولا 4 عاد غادي ندوزوا للمرحله الاخرى. اوكي اذا الحالات الاربعه اللي تعطي الظاهر حنا شفناها. دابا كاين مبدا اخر. دابا المبدا الاول اللي كنديروا في البريسينغ اللاعبين ديالي وريتهم الى خرج هذا شنو غيدخل لنا وتنقدر نقول لهم انا شوفوا غادي نديروا حاجه سهله. اشنا هي هاد لو 6 و لو 8 ما نخليهمش انا كاع يدخلوا لا ديفونس. جو في بروندر لا سوليسيون نيميرو 4. اشنا هي لا سوليسيون نيميرو 4؟ لاريير دروا طلع، ستوبر دروا كوبراه، ستوبر غوش دخل، لاريير غوش جا سوبر لين دروات وكيعيط لي غوش كيدير لي كوفرتور. هادي علاش كتجي الدراري الصغار هذا اللي في 14 ديال 15 كتجيهم سهله.
كتجيهم سالا حيت ما كنكتبش عليهم واحد جوج ثلاثه ابارتير دو يو 17 كنعطيهم الحلول كاع اربعه يو 13 يو 15 كنعطيهم حل واحد لارير بوش كيدخل هنا الا جات هنا كلشي كيجي لارير دروا عاد كيلحق سولانين تيقول لهم محمد اجينا سي لي دروا اللي كيكوري كتعود عندهم 3 رسم ملي كنتعلموا هذه حنا فكينا درنا ان برانسيب لو برانسيب ديال ديك الثغره اللي ورا لارير اللي كيخرج ما بقاش دابا كاين طريقه اخرى لو برانسيب الاخر هذا كنقول ليه 3 ميم وجوج واو 3 ميم هي 3 مدافعين جوج واو هي لاعبين وسط بالفرنساويه كنسميه لو برانسيب 3 دي دوزيام 3 défenseurs et 2 milieux de terrain. N'importe quel porteur du ballon en position basse ou même en position haute. ملي الكره كتلعب امام المدافعين دائما كدوز بين جوج ديال اللاعبين ديال الميليو تيران حنا 4 هنا ديفونسور والميليو تيران كندخل فكره للدراري الصغار اولا ليكيب بروميير بحال كنكونوا واقفين الكره تلعبات انا لاعب نيميرو 8 هذا نيميرو 6 الكره دازت بيني وبينو اشنو معنى كاش كتقول لي الكره كتقول لي انا والاخر تبعوني وضغطوا عليه غير الكره كدوز بيني وبينو كنهودوا على البالون ولو ستوبور اشنو هو الدور ديالو كيحبس لينا لو نيميرو 9 ولا لو نيميرو 10 ادفاس كتجي الكره كيطلع لعندو كيحاول ما يخليهش يدور اي لي دو ميليو كيجيو كنعودو دايرين بيه 3 انا ديفونسور وهذا ديفونسور وهذا ديفونسور ملي كنخرج كتبقى ثغره من ليه هذيك الثغره كيفاش كتسد هادو تيكونيسيو ورايا هذا اللي كان هنا غير كيشوفني يخرج كيجي كيديرها الاخر كيديرها كتعود هاد ديستونس كتعود صغيره اذا كيفاش كنشدو هذا ان ديفونسور كيطلع كيبلوكي les 2 autres défenseurs qui déroulent la couverture, ils donnent 3 défenseurs participent, le 4e que nous à gauche, les prenons à droite. Les 2 milieux légers. Donc c'est le principe 3D, deuxième. 3D, il y a les 2 stoppeurs, les 3 stoppeurs, les 3 défenseurs qui interviennent, واحد كيطلع غير كيطلع اخرين كيكوفري et les 2 autres اللي كيجيو. إذا في أي بريسينغ تيكون entre le milieu de terrain et la défense, le principe 3D deuxième qui s'établit. Il est quand قدام le milieu de terrain, مع les 2 attaquants par exemple, il est 4-4-2, les 2 attaquants, il est avec الكرة بيناتهم وهذا un milieu, le 10 qui est على البورتور du ballon, les 2 attaquants il faut le même principe. C'est la même mentalité. ما يمكنش 2 attaquants de pointe واقفين الكره دازها ويديرها ويشوف في الميليو تاعها لا خاصو يهود il faut créer une densité autour du porteur du ballon هذاك اللي عنده الكره صافي كيتخنق 2 attaquants جايين ان ديفونسور جاي كيطلقوا 3 الا مشات هذا الكونترول اون فوا ودار 2 توش عطاهم لو طون باش يشدوه Les plus grands joueurs, باش ما كيتشدوش في هذا لو بياج كتجي فوق كيدير طق اون توش دو بال جاي كيدير طق ديفياسيون انت الله جاي هو طلقها ولكن حتى هذه كندربوا عليها هذا لو ديفونسور اللي مشى ملي هذا كيلعبها اون توش هذا الديفونسور تيخرج ولا يمشي يشد بلاصتو اذا هذه الاشياء كلها كتكون مدروسه احنا غادي نشوفوها من بعد دابا دايرين حنا ان جوور هنا ها هو هاد الجوار هذا إلا عنده كرة يقدر يلعبها لقدام عنده ان اونغل دو 120 دوغري يقدر يلعبها على اليسار يقدر يلعبها على اليمين دابا هاد المهاجم ملي غتجيه الكرة كيفاش غنتعاملوا معاه المرحلة الأولى تفضل السلوت ها الزاوية إلى الأمام وي الزاوية يمين والزاوية يسار Donc, عنده 3 angles, on a plusieurs angles, ولكن on schématise avec 3 angles. سيد تفضل. استعمال المبدأ 3 مدافعين و2 لاعبين وسط
خلال الضغط على حامل الكرة في المنطقة الموجودة بين خط الدفاع وخط الوسط. دابا هاد لو برانسيب 3 دي 2 إذا كانت قدام لي ميليو تيران، إذا كانت في الوسط ديال الملعب ما كتعودش 3 دي 2 كتعود 3 ميليو تيران et 2 attaquants. Les 2 attaquants تيسبعوا، un milieu تيخرج، 2 autres milieux كيكوفريو. اوكي دونك كيستعمل القدام وكيستعمل اللور. تفضل. هذا دابا بالصورة، هذا مدافع واحد، هذا دابا داير غير واحد، ها هو، ها مدافع. هذا ميليو تيران نمرة 2 وهذاك ميليو تيران نمرة 1 وهذا لاتاكون. اوكي لو بورتور دو بالون غادي يعطيه الكرة مثلا، تفضل اسيدي. ها الكرة ملعوبة، ها لي 2 ميليو تابعين الكرة لأن ديجا وسطهم عندهم تعليمات. نكمل. هاد 3 شدوه. دابا لي 2 ميليو تيران في لونطرينمون راه أي كرة كدوز بيناتهم تيمشيو كيعود ريفليكس، ماشي نوقف ونقول له تخرج ليها صاحبي خذ كرة، نو خاصني أنا نمشي ندير البريسينغ نسد بلو روتور لي بالون والديفونسور تيطلع. غير هاد الحركة بوحدها راه كتعاودها اللاعبين 50 60 70 80 100 مرة، من طبيعة الحال ماشي في نفس النهار، كيكون في البرنامج. خاص اللاعبين دابا كنحط 4 ديال اللاعبين، 4 ميليو تيران، 1 2 3 4. هاد ميليو درون ميليو الاخر، كاين واحد عنده بالون هنا، بين لي 2 ميليو 8 و 10 بالون ليه، وبين 10 و 11 مثلا راه بالون ليه، وحاطين انا تاكون هنا، انا تاكون هنا، انا تاكون هنا. هادو كنقول ليه نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3. هادي كنسموها بوزيسيون داتونت، موضوع الانتظار. علاش؟ ما عارفش انا الكره منين غتخرج، تنقول الحركه واحد ستوب، هذا كيلعب، غير هذا كيلعب، لي 2 ميليو كيمشيو بريسيو. انا اون طونك ميليو كنجي كنسد هنا، هما كيبريسيو هنا، انا كنجي هنا والاخر كيجي ورايا، باش الكره مستحيل دوز من هنا. الا بغات هما دايرين بريسينغ على البورتور دو بالون هنا، انا ما كنكونش باس، ما كنكونش في لا ميم لين، كنكون اونوبليك باش الكره ما تبقاش تدوز. لي 2 اتاكون تيدخلوا هنا، لي 2 اتاكون تما تيدخلوا، اذا الكره ما تقدش تدوز، وتنقول لهم تموضع انتظار تيرجعوا، ها وقفوا، حركه جوج، حركه جوج طاب، انا كنمشي، هذا كيخرج، تموضع انتظار طاب، كنرجع بلاصتي، 3 كديرها، كنمشي من هنا بريسينغ هنايا، تموضع انتظار كنرجع لبلاصتي. سو كي في ملي كتعود تقول تموضع انتظار طاب، يمين كنا كنكوليسيو يمين، وسط كنا كنجو وسط، يسار كنا كنمشيو يسار. ملي كنكونوا ميليو تيران كنمشيو يسار، ما كنكونوش اونلين، كنكونوا اونوبليك، لان اللي كنتو اونلين وهذاك معلم كيضرب بيني وبينو. ملي كنكونوا اونوبليك ما يمكنش يضرب بيني وبينو، يضربوا قدامي، ضربوا قدامي غنطلع عليه. اوكي اذا هذا المبدا، احنا غنكملوه. كمل السلوي. هاني درت لي 2 ميليو، ها لا ديفونس. هذا ملي كيطلع هادو تيكوليسيو تيسدو، هادو هما لي 3 ديفونسور، ها واحد ها جوج ها 3. كمل. سي با اون فيديو. هذا هو لو برانسيب. لو برانسيب 3 دي 2 هو هذا، وسمعوني مزيان، اللي ما كيخدمش لو برانسيب 3 دي 2 في البريسينغ ما عمرو يكون اوبيراسيونيل دو تري هو نيفو. وإلا كنتو كتفرجوا في مانشستر في السيتي في هذوك الكبار، شوفوا كومون يفون ملي كدوز الكره اونتر 2 ميليو، واش الميليو كيبقى يتفرج ولا كيرجع يبريسي. لو تري هو نيفو راه هو هذا. دابور لو برانسيب 3 دي 2، وهذا لو برانسيب حتى كيحفظوه الدراري، يكونوا U13 U14 U17 U19 في لو او نيفو، خصهم يكونوا عارفينه، لان هذا هو لا باز دو بريسينغ. هانتوما غادي تشوف. تفضل. كاينه لا سيميلاسيون، فوالا شوف لا سيميلاسيون. دابا هذا على المهاجم بالعمليه الثلاثيه،
ها المرحله الاولى، ها الكره دازت، الربعه ما طلعش عليه مثلا، اذا لو 10 عنده الحق يلعب لو بورتو دي بالون، يلعبها ادروات يلعبها اغوش، وعنده الحق يقدر يلعبها ادروات يقدر يلعبها اغوش. ها الحل الاول، ها لو 4 طلع، ولكن لو 9 في لو 11 ما كاين معاهم حتى واحد، مشاو. هذا لا كوفرتور ديال لو 2 و لو 3، إلا ما داروش ها لا كوفرتور، هذا هو لو طرافاي ديال لي 3 ديفونسور، واحد تيخرج جوج كيسدو الزاويه. ولكن إلا سدو الزاويه مثلا هنا نجحوا، ها واحد طالع وجوج راجعين. الضغط على المهاجم بالعمليه الخماسيه، المرحله الثانيه تبين ضغط لاعبين الوسط. ها الكره مثلا بازي، هذا اللاعب هذا هادو مشاو، ولكن بطبيعة الحال غيلعبها لي زوتر لي ميليو تاعنا اللي غادي يتموا جايين. إذا خصنا نشوفوا الدور ديال لو نيميرو 6 نيميرو 8. ها العملية الخماسية هي 3 دي دوزيام هي دابا دايرينها 5 ديال اللعابة، ولكن ملي كتكون عندك فرقة عارفة مزيان، جات هنا كيبداو 5، كتجي هنا كيخرجوا 5 أخرين، كتجي هنا 5 أخرين، كتجي هنا 5 أخرين، وكل واحد عارف فين تيكوفري. إذا علاش كنوريكم هذا الشيء؟ لأن في البرمجة ديال الضغط على حامل الكرة في النظام 4-4-2 أو نظام 4-1-4-1 أو 4-5-1 أو 4-3-3، راه نفس المبادئ كتكون، نفس المبادئ. شنو هو البروبليم ملي كيكونوا 3 ميليو تيران والكرة تلعبات على التروازيام هنا؟ راه كيقدر يخرج دار يضرب ويرجع ليدين ويمشي ل6 او لا ل8، كيعودوا 3 شادين هذا ولا ديفونس كدير كوفرتور. اذا دائما كتكون اون انتر اكسيون اونتر تو لي جوار، ما يمكنش جوار واحد ما يتحركش. ملي كيكون الضغط على حامل الكره توت ليكيب هادو كيبلوكيو وهادو كيديروا كوفرتور وهادو تيرجعوا باش ما يخلوش هاد الثغره الكره دوز ويصدقوا قالبين اللاعب. اذا بغات الفرقه تقلب اللاعب كنسدوا هاد الزاويه، يونو بلي يجي ليكيب ادفيرس ترجع للور ديرها عاد تقلبها. اذا كنربحوا الوقت عاوتاني باش نمشيو نبريسيو. تفضل السي وليد. دابا غنديروا برنامج الضغط الاسفل في نظام 4-4-2. اوكي، دابا غنديروا التقديم 18 تحرك جماعي للضغط الاسفل على حامل الكره. اولا، من هو اللاعب الوسط الذي يغطي الظهير يمين او يسار؟ دابا هنا المدرب كيطرح السؤال اللي وريتو لكم في الاول. هذاك الظهير اللي غيخرج في البرمجه ديالنا حنا اش غنختاروا؟ واش الحل الواحد ولا الحل الجوج ولا الحل 3 ولا الحل 4؟ اوكي، متفقين؟ تفضل السي وليد. هنا اختارينا الاستعمال ديال الحاله رقم 4. الحاله ديال 4 ملي كيخرج لاريير دروا كنكوليسيو وهذاك ليلي هو اللي كيجي. علاش كنديروا هذه؟ حيت ممكن ندير حاله اخرى، ولكن هذه هي اللي كتكون سهله، ولا سيما لي 15 دوك لي صغار الاولين كتجي سهله، حيت عاد كيخرج لاريير كيسدوا بعدا كيلقى هذيك اللي عنده الوقت باش يجي، ولاريير بوش ملي كيدوزنا كيعيط عليه باش يجي. تفضل السي. هذا هو الحل اللي كنا قلنا قبيله. هذه سيتواسيون 4 زيد. ها نمرة 7. النمرة 7 ها هو اللي جا. هذه هي سيتواسيون 4. تفضل. هذه الحالة رقم 4 بطريقة أخرى. راه 11 هو اللي يدير الكوفرتور. السير الأخرى راه 7 هو اللي يدير الكوفرتور. هذه هي لا نيميرو 4. دوز كمل. ثانيا، تحديد تموضع الانتظار يمين وسط ويسار على حسب تموضع الكرة. ملي كنكونوا اون بلوك خصنا نعرفوا أين تموضع غادي نديرو. الكرة إلا جات في الوسط كنديرو تموضع وسط، لأن الكرة إلا جات دخلت الوسط خصنا نكونوا موجودين. لعبات أدوات أو دازت مثلا الكرة
عند لو نيميرو 6 ولا لو ستوبور ادفيرس. كل هذيك ديالنا لو ستوبور دون لاكس كنديرو بوزيسيونمون اكسيال، لعبها لارير غوش او لو ميليو غوش. كنا كنكوليسيو ميليو دروا، لو بلوك كله كيتحرك هنا بطريقه دائما. ملي كنتكوليسيو هنا الكره هنا، الميليو تيران تيكون اون اوبليك، الديفونس كتكون اون لين. اذا هاد الاشياء هي اللي كنعلمو، كنوجدوا روسنا كيفاش غناخذوا الكره للادفيرسير. اي رياضه فيها حاله الانتظار وحاله الانفعال. يعني une position d'attente et une position d'action. دائما في tous les sports، الجودو، الكاراتيه، البوكس، النانشاكو، كل شيء، الكره، الباسكت، نفس الشيء. تفضل. هذا الكره على اليمين، لو بلوك ايكيب اللي هو مصور بالصفر كله على اليمين. لا تحركها، دابا الكره مشات وسط، البلوك ايكيب كيجي وسط، ولكن هنا راه حنا دايرين بوزيسيونمون با. المدرب في هذه الحاله كيوري لهم كيفاش يديروا ملي يكونوا بوزيسيون باس. يقدر شي واحد فيكم يقول لي استاذ علاش ما يطلعوش عليه؟ غنقول لي اوكي، هذيك في البرنامج الثاني ديال الضغط العالي، الضغط العالي ما خدامينش فيه دابا، لان هذا البرنامج كتوريهم كيفاش يخدموا في التحت، كتوريهم كيفاش يخدموا الوسط الميليو تيران في خط الوسط، لي دو زاتاكون قدام الوسط ولي كاتر ديفونسور ورا الوسط. هذه كتسمى لا بوزيسيون ميديان ولا لا بوزيسيون انترميديير ولا لا بوزيسيون دو ميليو. ملي كنبغيو نديرو بريسينغ او، لا ديفونس كلها كتوقف على لا لين، الميليو تيران ولي زاتاكون كيتسناو عاد كتلعب هنا فو ليه فو. ولكن واخا تنديرو فو عندنا احتياطات الى الفرقه خرجت بالكره، كندخلوا بزاف ديال الحوايج، لو ريكول فران، لو غان دو طون. هذاك الشيء في برنامج اخر ان شاء الله. سير سيدي وليد. هذا تموضع الانتظار يسار. اوكي كمل. تقديم تموضعات الانتظار الثلاثه في حاله تهيئ الضغط الاسفل. دابا هذه بوزيسيون اكسيال، شوفوا التموضع كيفاش داير لي زون. علاش كندير لي زون بحال ضامه؟ حيت اللاعبين الا دخلتيهم النهار الاول وضامه ما كايناش، ما كيقدرش يتخيل في راسو كيفاش دايره لا زون، وما كيعرفش اشنو هو الحد، واش يضغط عليه حتى لهنا ولا يمشي لهيه. الا مشى لهيه غيجي قدام صاحبه، وإلا جا قدام صاحبه غيجي هنا، غتعود باس وحده كضرب جوج. ما خصوش يجي قدامي، خصو يجي هنا. الا كانت الكره ليه انا غنتحرك هو يغطيني. اذا هاد المساحات كتبين اللاعب المساحه في الملعب حتى كيحفظها مزيان. من بعد كنحيد ليه مثلا هاد الشرطات اللي هما طوال، وكنخلي لي بوند اوريزونتال كيخدموا غير بلي بوند اوريزونتال، وهذوك الشرطات كيعودوا في مخهم. من بعد كتحيد كل شيء، كتقول لهم تموضع وسط كل شيء كيوقف في بلاصتو، تموضع يمين كيوقفوا بلاصتهم، تموضع يسار كيوقفوا بلاصتهم. وهذاك اللي كيوقف في الخط الاحمر، والخط الاحمر كيدوز من وسط الجول ادفيرس، وكيدوز من السونتر دو تيران، وكيدوز من البينالتي. اذا انا اريا دروا ملي كوليسيت كيبان لي السونتر دو تيران، البوينت بينالتي كنوقف مقابل معاه وكنديرها كيبان لي البوينت بينالتي ديالنا ولا السونترال ديال لو غون سونترال. من بعد كيعود عندهم دي روبير اخرين، ولكن الاول خاص لي بوند. تفضل. ها بوزيسيون كوتي دروا. ها دابا مع الاسف ما هذا وقيله هو اللي ما كيخليناش نشوفو، ولكن ما كاين مشكل. رجع البوزيسيون الاخر، زيد كمل. هذا تموضع الانتظار وسط، راه مكتوب الفوق، تموضع الانتظار اسفل وسط، لان الكره جات وسط الملعب. سير. تموضع الانتظار اسفل يسار. وشوفوا لو ميليو تيران. ها لو ميليو تيران شوفوا كيفاش داير ها لي دو زاتاكون ما تيوقفوش في خط واحد، كيديروا باش الكره ممنوع تدوز من الوسط. بغاو يلعبوها هنا ما عنديش مشكل، ولكن باش يدخلوها هذه للداخل مستحيل. هاد لو بوزيسيونمون ديال لو ميليو تيران اوبليك، انا هنا وهذا هنا والاخر وراه، هذا لو بغى يلعبها هنا هذا غيقطعها، هذه اذا كان هنا غيلعبها بسهوله تدوز. اذا لو ميليو تيران يجي توجور
اوبليك لا ديفونس اللي توجور دغوات لان خصها تلعب على لور جو وتطلع الفرقه باش تكومبريسي لادفيرسير. اي لي دو زاتاكون حتى هما كيديروا لوبليك. تفضل اسمع. هذه تموضع انتظار اسفل وسط. فوالا دابا غنديروها بار فيديو مع سيميلاسيون باش تشوفوا الفرقه كيفاش كتحرك. اللاعبين كلهم يديروها. تفضل اسمع. موضوع الانتظار اسفل وسط. ها هو ها 4-4-2. اوكي. ها اللاعبين 4-4-2 وجوج دراري. علاش؟ تيتولار والرومبلاسون. هذا المنتخب ديال الامارات. موضوع الانتظار اسفل يمين. ها الفرقه غادا محركه. موضوع انتظار يمين. هاي لعبت الكره مشات عند كوتي غوش. شوفوا لي جوار كيفاش دايرين لي دو زاتاكون لوبليك ميليو تيران اوبليك. موضوع الانتظار وسط. هما تحركوا لا ميم شوز لي جوار. ها لي جوار موضوع انتظار وسط جايين مع الكره. اوكي. هما غيمشيو موضوع انتظار يسار. هاي جوار. شوفوا ما كاينش شي زون اللي خاويه. وشوفوا الميليو تيران كيفاش يوقف. شوفوا الميليو تيران. شوفوا لي دو زاتاكون اوبليك اوبليك مين droite. اوكي. سالات ولا باقي ما كملتش؟ حيت الكره جات الوسط. ملي غتجي الوسط كيديروا حتى موضوع وسط. ها الكره عندي انا. هاني انا الوسط. عندي الكره دابا. ها حتى موضوع وسط. موضوع الانتظار اسفل يمين اون كوليس. وحاجه اخرى ملي كيفهموا الوليدات حتى نساليو هذا الفيديو. الا كانت تبقى تخليها إلا خليها. إلا كانت ممكن تزوج ليماج صافي ما كاين مشكل.